السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أحمد أبو زينة، والنهاردة هنتكلم في مشروع جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن مشروع تعبئة السكر. السكر اللي هو يعتبر منتج أساسي جدا في كل بيت يوميا. في 2024 في شهر 8 رئيس الوزراء المصري قال لنا إن الاستهلاك بتاع مصر سنويا 3 مليون و200 ألف طن. استهلاك فظيع. طب احنا بننتج منهم قد ايه سنويا؟ بننتج منهم من 2 مليون و700 ألف ل 2 مليون و800 ألف طن سنويا. يعني احنا عندنا فرق جامد جدا في الانتاج وفي الاستهلاك. الفرق ده احنا بنعوضه ان احنا بنستورده من بره. يعني السوق عندنا مفتوح جدا لاي حد يخش في المجال ده. مشروع جميل جدا والمشروع مربح جدا. خليك معانا وان شاء الله تعرف تفاصيل كتير باذن الله مش هتسمعها من حد غيرنا. اهلا بكم مره ثانيه. مشروع تعبئه السكر من المشروعات المهمه جدا في البلد. علشان ابدا فيه انا محتاج اكتر من حاجه اوفرهم عشان اقول بس بسم الله. اولا مكان، ثانيا وسيله التعبئه، ثالثا انا محتاج ماده خام، رابعا التغليف، خامسا العماله. خلينا نبدا من دول واحده واحده كده ونتكلم في كل حاجه بالتفصيل الموجز. حاجه بسيطه كده. اول حاجه المكان، انا محتاج مكان من 50 ل 100 متر عشان مكانتي، الماده الخام، المنتج التام. تاني حاجه بالنسبه لوسيله التعبئه، انا محتاج مكنه نص اوتوماتيك او اوتوماتيك كامله او ممكن اعبي يدوي، واليدوي ده انا ما برجحوش بصراحه. بالنسبه للماكينات هسيب لكم رقم شركه دلوقتي اسمها ماستر تك موجود في الوصف لو حد حب انه يعرف منها تفاصيل. الناس دي يا جماعه محترمه، بيردوا عليك على طول وبيعرفوك التفاصيل اللي انت محتاجها. بالنسبه للمكنه النص اوتوماتيك دي، الابعاد بتاعتها بتبقى متر طول في متر عرض في ارتفاع مترين. سعرها 97000 جنيه. ولو حضرتك هتجيب لها سير تغذيه للماده الخام للسكر بتاعها في البدايه بدل ما كل شويه تملى التانك وتفضيه، لا، انت السير ده هيبقى شغال باستمرار بيغذي المكنه. السير ده سعره 80000 جنيه. بس للاسف المكنه دي بتحتاج معاها مكنه لحام لانها ما فيهاش لحام. انتاجيتها في الساعه الواحده طن ونص حسب سرعه العامل اللي موجود. وبالنسبه لمكنه التعبئه الاوتوماتيك الكامله دي سعرها 485000 جنيه. سير التغذيه بتاعها عامل 88000 جنيه. سير الخروج بتاعها اللي بيستقبل المنتج بعد ما يتعبى ويتلحم ويخرجه لك بره عشان التعبئه، السير ده 27000 جنيه. متوسط انتاجيتها 2700 كيلو في الساعه الواحده. والمكن ده يا جماعه بيبقى عليه ضمان سنه. فدي حاجه كويسه جدا وهيساعدك ان انت تشتغل باريحيه، ما تبقاش شايل هم ان المكنه فيها مشكله او غيره. ودلوقتي انا خلاص بقى عندي المصنع وفي المكنه بتاعتي سواء نص اوتوماتيك او اوتوماتيك كامله، وخلاص هبدا. بالنسبه للماده الخام اللي هو السكر السايب، الطن النهارده بيبدا من 24000 جنيه بيوصل لحد 30000 جنيه. فممكن نتكلم في متوسط 27000 جنيه. ده متوسط سعر طن السكر. عندي الاكياس اللي هعبي فيها، الكيس اللي هو بيتعبى فيه الكيلو ده تقريبا وزنه بيبقى 5 جرام، بيبقى واقف عليك تقريبا ب 40 قرش من سعر 80000 جنيه للطن. بالنسبه للكيس الكبير اللي بيتعبى فيه ال 10 كيلو اللي بنقول عليه باكيته، الكيس ده تقريبا بيبقى عامل 80 قرش. ودلوقتي خلينا نتكلم في اجمالي التكلفه اللي احنا محتاجينها شهريا. اولا مخزن 5000 جنيه اللي هو المصنع بتاعنا. كهرباء وميه 5000 جنيه. عماله اللي هو 4 عمال 16000 جنيه، متوسط 4000 جنيه اللي عامل واحد. لو هنجيب وسيله نقل عربيه ايجار وبنزين وغيره، دي هتقف عليك ب 15000 جنيه في الشهر. لو جبنا سواق ومندوب دول هياخدوا 7000 جنيه في الشهر، غير طبعا عموله المندوب. لو حسبنا الاجمالي ده كله هيعمل معانا 48000 جنيه على 10 ساعات في 26 يوم. لو جينا بقى قسمنا اجمالي التكلفه ديت على 26 يوم هيبقى اليوم الواحد بيكلفك 1850 جنيه. طيب ال 1850 دول لو قسمناهم على 10 ساعات كل يوم هيبقى تقريبا الساعه بتكلفك تكلفه ثابته يوميا 185 جنيه للساعه الواحده.
دلوقتي بقى احنا هنيجي للإنتاجية بتاعتنا والربحية. عندنا السكر الخام سعره متوسط 27,000 جنيه، سعر البيع بعد التعبئة في الجملة 30,000 ونص، في القطاعي 32,000، فممكن نتكلم في متوسط ربحية 4,000 جنيه. بالنسبة للمكنة النص أوتوماتيك بتنتج معانا في الساعة الواحدة طن ونص، لو ضربناهم في ال 4,000 جنيه لمتوسط ربحية فبنتكلم في 6,000 جنيه. هنشيل منهم 900 جنيه اللي هو الأكياس بتاع التعبئة، وال 185 جنيه التكلفة الثابتة، فبتتكلم في 5,100 ربحية صافية في الطن ونص في الساعة الواحدة في المكنة النص أوتوماتيك. بالنسبة للمكنة الأوتوماتيك الكاملة إنتاجيتها في الساعة الواحدة 2,700 كيلو، لو ضربناهم في متوسط 4 جنيه للكيلو الواحد، وشلنا منهم بعد كده 1480 جنيه اللي هو التكلفة الثابتة والأكياس اللي هيتعبى فيها الاتنين طن و700 دول، هتوفر معاك تقريبا 9,300 جنيه في الساعة الواحدة. فده يا جماعة مشروع مربح جدا ومحترم جدا وسوق استهلاكي فظيع جدا مستنيك. لو حضرتك نويت انك تخش المشروع ده توكل على الله وخش على طول، لانه بجد مشروع محترم. وفي النهاية انا حابب اقول لحضرتك ان الافراط في استخدام السكر مضر جدا بالصحة، لانه بيسبب امراض زي السكري وامراض القلب. فيا ريت حضرتك تقلل منه وتقلل من استهلاكه، لان متوسط استهلاك الفرد سنويا 22 كيلو ونص، فده رقم ضخم جدا. ولحد هنا انا كده خلاص خلصت كلامي النهارده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. يا ريت اكون قدرت افيدكم. لو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على الفيسبوك يا ريت تعملنا متابعه على الصفحه الرسميه، ولو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على اليوتيوب يا ريت تعملنا اشتراك في القناه وتسيب لنا تعليق على ذوقك، وان شاء الله نرد عليك على طول. سلام.